يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، كل سنه وانت طيب. انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن فيلم من افلام عيد الفطر لسنه 2025، وهو فيلم سيكو سيكو. وطبعا هكلمك عن الفيلم ده بدون اي نوع من انواع الحرق، فعايزك تجيب البسكوت بتاعك وكوبايه الشاي بلبن اللي هتسقسق فيها. ودلوقتي خلينا نبدا الريفيو. في الحقيقه انا كانت مشكلتي بدايه مع اسم الفيلم، اللي حسيت ان هو شبه اختراعات بلبن كده. كنت عمال افكر، يعني انت كل ده عم نرد افلام مش عايز تروح لبلبن تقول له اديني لهاليبو ولا لا؟ هتروح الراجل بتاع السينما تقول له عايز تيكت لسيكو سيكو؟ يعني عيب والله. وبرغم ان التريلر مش موضح ايه هو السيكو سيكو، لان ده واحد من اسرار الفيلم، الا انك لما تشوف الفيلم فعليا هتلاقي ان الاسم ده مناسب لكل حاجه بتحصل في الفيلم. وخلينا نبدأ مع قصة الفيلم بدون حرق. الفيلم بيحكي عن 2 ولاد عم، يحيى البحيري واللي عامله عصام عمر في شخصية الباد بوي اللي مولعها، وسليم البحيري اللي عامل دوره طه دسوقي في شخصية الجيم ديفلوبر المنطوي اللي عنده كل المشاكل النفسية اللي عند أي ديفلوبر. أنت مش شايف عمو نرد أفلام عامل إزاي ولا إيه؟ المهم إن ال2 دول ولاد عم وتساب لهم ورث كبير، بس الورث ده هيسحلهم طول الفيلم ومعاه هتبدأ قصتهم. والاتنين أبطال بتوعنا مش هيبقوا من سكة ولع ومفتاح أو مرزوق وبركات أو عشري وإبراهيم ولا الثنائيات دي خالص. هما شخصين عاديين ولاد عم وشخصياتهم مختلفة بس، وده اللي هيخلق أغلب كوميديا الفيلم. طب السؤال المهم اللي انت بتشوف عشانه الحلقة، هل الفيلم ده هو حلو فعلا ويضحك وروش زي ما باين في التريلر ولا لا؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوبه دلوقتي. وفي الحقيقة الإجابة هتكون بين ولا. يعني الفيلم حلو وفيه ضحك وروش فعلا وقصته حلوة وغير متوقعة، بس كضحك فأنا شخصيا، وده بناء على تجربتي الشخصية، ضحكت في الفيلم حوالي 6-7 مرات بس. أما باقي الفيلم فأنا كنت قاعد مبتسم. فهو فيلم مسلي بصراحة ومفهوش مط. هو فيلم عيد لطيف يعني. والأهم بقى من كل ده إن الكوميديا مش مفتعلة ولا الإفيهات كرنج، بالعكس الدنيا كانت عادية خالص وسلسة جدا. وبالمناسبة التجربة الكوميدية هي تجربة فردية وانتقائية، يعني ممكن اللي يضحكك جدا يضحكنا أنا عادي، واللي يضحكنا أنا عادي يضحكك أنت جدا، فده انطباعي الشخصي. وللتنويه الفيلم مفهوش أي إباحة، عشان لو قلقان يعني إن اسم الفيلم سيكو سيكو فيكون في حاجة بلس 18، لا خالص، الفيلم أمان. أما بالنسبة للممثلين والأداء التمثيلي، فأفضل أداء تمثيلي في الفيلم هيكون من نصيب طه دسوقي وباسم سمرة، واللي أخيرا شفته في حاجة تانية غير عيسى الوزان واليلا بينا. بس بجد تحياتي لطه دسوقي اللي بعد ما بكانا في رمضان بدور مفتاح رجع لنا في العيد بدور كوميدي وأداء تمثيلي محترم. وباسم سمرة مش محتاج أتكلم عنه طبعا. أما بالنسبة لعصام عمر، وبعيدا عن الفورمة الحلوة اللي هو عاملها دي، وهو جوه الفيلم بتاعنا ده حسيت إنه تايه، وقطعا ده مش أفضل أدوار عصام عمر. الواد الحلو في عيب بقى في الفيلم شد انتباهي، وهو ان الصوت في بعض الاجزاء مش متظبط، وفي حتت كانت المزيكا اعلى من الكلام، ففي بعض الكلمات كده هتلاقيها بتقع من ودنك ومش سامعها كويس. بس كمجمل فالفيلم حلو جدا، وقصته مكتوبة كويس ومرتبطة بالتكنولوجيا بشكل كبير. والفيلم من جوه متقسم لفصول، وكل فصل بصراحة واخد حقه كويس جدا. واخيرا تقييمي للفيلم هو 6 من 10. فهو فيلم كويس جدا لو عايز تخرج اثناء فترة العيد انت واصحابك او انت واهلك، فالفيلم ده تقريبا هو افضل الافلام في موسم عيد الفطر السنه دي. احنا خلصنا كده حبيب اخوك، بس في جملتين محشورين في زوري ولازم اقولهم. اول حاجه انه يخرب بيت العيال اللي كلهم شبه بعض دول وعاملين مولت وصوتهم عالي وافهاتهم وحشه. وتاني حاجه بصراحه مروح السينما في العيد هو حاجه مرهقه جدا وبتفقد تجربه السينما متعتها نظرا للحاجات الغريبه اللي الواحد بيشوفها. امال لو ما كنتش رايح يوم الوقفه يا ولاد. المهم ما تنساش بقى تشوف عمو نرد افلام على يوتيوب وفيسبوك، وتعمل له شير وسبسكرايب ولايك والحاجات الحلوه اللي انت بتحبها دي. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا